السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنلخص لكم الجزء الثاني من مسلسل الحبار، وبيدور أحداث مسلسل الحبار عن أشخاص بيكونوا محتاجين للفلوس بيخلوهم يلعبوا ألعاب مميتة وخطيرة، وفي الآخر واحد بس هو اللي هيفوز بالجائزة الكبرى. ويلا بينا نبدأ المسلسل. في نهاية الجزء الأول شفنا سيونج وهو رايح المطار عشان يسافر لبنته، وهناك بيشاف الراجل اللي كان السبب في دخوله اللعبة وبيروح له بسرعة، لكن بيركب المترو وبيمشي، وبعدها بياخد الكارت من الراجل اللي وقفه وبيرن على الرقم اللي فيه. ومن هنا بيبدأ الجزء الثاني، وهنا بنشوف سيونج وهو بيكلم الشخص المسؤول عن لعبة الحبار، وسيونج بيقول له انا هخرج من المطار وهعرف مكانك فين. وبعدها بنشوفه ماسك مشرط وهو واقف في الحمام بيدور في كل جسمه لحد ما بيلقى حاجه غريبه ورا ودانه، فبيجرح نفسه بالمشرط عشان يخرج الحاجه دي، واللي بتكون جهاز تعقب. وبعدها بينتقل بينا المشهد وبنشاف جون وهو متركب له اجهزه في قلبه في المستشفى، وهنا بنعرف انه لسه عايش وماشي بالرغم ان اخوه ضرب عليه نار. وبعد سنتين بنشاف جون بعد ما رجع لشغله كظابط، بس المره دي بيكون ظابط مرور، وبنشوفه وهو بيوقف واحد راكب موتوسيكل وبيطلب منه الرخص بتاعته عشان مش لابس خوذة. وبتنزل البنت اللي مع الشخص ده وبتحاول تقنعه انه يسيبهم يمشوا، ولما بحاولتها بتفشل وبتروح مطلع تليفونها وبتصور معاه، وبتطلب منه انها تنزل الصور ده على صفحتها على الفيسبوك. وبعدها بنشوفه قاعد مع القائد بتاعه اللي بيحاول يقنعه يرجع القسم بتاعه مرة تاني، وبيقول له انه مصدقه بس مفيش دليل على كلامه، والصور اللي بعتها ما وصلتش، وتليفونه ما كانش معاه لما لقوه مغمى عليه، وده غير مفيش دليل على اللي ضرب عليه نار. بس جون بيكون مش عايز يعرفه ان اخوه هو اللي ضرب عليه نار، وبيضحك على كلامه وبيبان انه مش مهتم بالكلام اللي بيتقاله. بعدها بنشوف سيونج نايم وبيصحى على جرس البيت اللي نايم فيه، فبيبص في كاميرات المراقبة وبيكون واحد بيشاور له، فبينزل يقعد معاه وبيطلب منه يوسع دائرة البحث. فبيقول للشخص ده احنا بقالنا سنتين بندور ومفيش اي حد عنده المواصفات اللي انت قلت عليها. فبيطلع له شنطة مليانة فلوس وبيطلب منه يجيب ناس كتير تدور على الراجل ده. وبينتقل بينا المشهد وبنشوف جون وهو واخد شنطة ورايح عند مركب في البحر، واول ما بيوصل صاحب المركب بيقول له هنروح فين النهارده، ده لان جون بقاله سنه ونص بيدور على الجزيره اللي كان فيها، وان صاحب المركب ده هو اللي انقذه لما كان في الميه. وبينتقل بينا المشهد وبنشوف رجاله سيونج وهما بيدوروا على الراجل اللي قالهم عليه، وبيكونوا بيوقفوا اي حد مشتبه فيه وبيفتشوا شنطته عشان يتاكدوا اذا كان هو ولا لا. وبعدها بيصوروا وبيبعتوا الصور دي لسيونج اللي قاعد في عربيته وبيتابع كل اللي بيحصل. وبعدها بينتقل بينا المشهد وبنشوف جون ماسك خريطه وبيكون دور في كل الجزر ومش لاقي فيها حاجه، وصاحب المركب بيتكلم معاه وبيعرفه ان الجو وحش وممكن يتقلبوا في اي لحظه. فجون بيعتذر له وبيعرفه انه خلاص هيوقف تدوير، وبيشكره انه انقذ حياته من الموت وساعده في التدوير على الجزيره، وبيوعدوا انه هيعوضوا على كل اللي حصل ده في يوم من الايام. وهو وقاعد بيتغدى مع واحد من اللي شغالين معاه بيتفاجئوا لما بيشوفوا الشخص اللي بيدوروا عليه بقالهم سنتين، وبيكون واقف بيلعب مع واحد لعبة البنجي وبيضربه بالقلم، وبعد ما التاني بيكسب بيسقف له وبيديله الكارت بتاعه وبيسيبه وبيمشي. في الوقت ده واحد من رجال السيونج بيطلع تليفونه وبيرن عليه، ولما سيونج بيعرف بيطلب منهم يراقبوه لحد ما يجيلهم، وبعدها بيتحرك بالعربية ناحيتهم، وبنشوف الشاب اللي خد الكارت وهو واقف باصص له ومش فاهم حاجة. وبعدها بتجيله مكالمة من جون هي، ودي بتكون حبيبته بس هو ما بيردش عليها. وبنتقل من المشهد وبنشوف حبيبته وهي قاعدة في المستشفى الولادة وبتفضل ترن عليها بس هو ما بيردش عليها. وفجأة بنلاقي فيها كارت اللعبة، ولما الممرضة بتنده على اسمها بتلاقيها مشيت. وبينتقل بينا المشهد وبيكون سيونج بيهرب من عربية الشرطة، ولما بيقف بنشوف جون وهو نازل من عربية الشرطة وبيقرر انه ما يروحش، وبيطلب من الضابط اللي بيتدرب معاه هو اللي يروح يشوفه. وفعلا بيروح له وبيخبط على الشباك وبيطلب من سيونج يخفف السرعة وبياخد منه الرخص عشان يديله الغرامة. وبعدها سيونج بياخد الرخص والإيصال وبيجري بالعربية بسرعة، وجون بيروح يسأل زميله على اللي حصل معاه، فبيقول له ما حصلش حاجة والراجل ده تصرفاته غريبة. فجون بياخد منه التليفون وبيبص في البيانات اللي عليها وبيلاقيها بيانات سيونج، وساعتها بيستغرب وبيروح يدور على البيانات بتاعته وبيتأكد ان الشخص اللي طلب منه المساعدة وهو رفض. وفي الوقت ده بيكون الاتنين اللي شغالين مع سيونج ماشيين ورا الراجل لحد ما بيوصل لشارع ضيق، وبيقرروا انهم يروحوا وراه ويهجموا عليه، بس هو بيضربهم هما الاتنين. وسونج لما بيوصل لاخر عنوان بعتوه ما بيلقاش حد، ولما بيرن عليهم تليفوناتهم بتكون مغلقة، فبيشك ان الراجل ده بيكون خطفهم. وفعلا بنشوفهم وكل واحد فيهم متكتف في كرسي، والراجل ده بيطلع مسدس وبيحط فيه طلقة واحدة وبيخليهم يلعبوا حجر ورقة مقص لحد ما واحد منهم يموت.
وفعلا بيلعبوا أكتر من مرة لحد ما واحد منهم بيجي على الدور وبيموت. وبعدها بنشوف سيونج وهو راجع للبيت وبيكلم رجالته وبيطلب منهم يدوروا على الراجل ده في كل مكان. ولما بيطلع الشقة بتاعته وبيفتح الباب بيلقى الراجل ده واقف قدامه وبيقول له ساعتها واضح انك كنت بتدور عليا في كل مكان. وبيفضل يحكي له عن قصته وازاي وصل للمكان اللي هو فيه. وبيعرفوا ان في يوم ابوه كان بيلعب لعبة الحبار ولما ابوه خسر طلبوا منه انه يقتله. بعدها بيحط المسدس اللي معاه في وش سيونج وبيضغط على الزناد بس بيكون المسدس فاضي. وبيعرض عليه انه يلعب لعبة اخيرة وبيحط رصاصة واحدة في المسدس وبيقول له انت هتضرب نفسك مرة بالمسدس وانا هضرب نفسي مرة بالمسدس. وبيقول له احنا معانا 6 محاولات والرصاصة ده هتخرج في اي راس واحد فينا. فسيونج بيوافق وبياخد المسدس وبيبدأ يضرب على نفسه بس بيكون المرة دي المسدس فاضي. وبيفضل كل واحد فيهم يضرب على نفسه مرة لحد ما بيوصلوا لآخر محاولة وبتكون المرة دي في المسدس فيه الرصاصة. وبالدور بيكون على الراجل اللي لابس بدلة. وفي اللحظة دي بيكون جون مستني تحت في العربية ولما بيسمع صوت ضرب النار بيجري وبيدور عليهم في كل مكان وبيدخل كل الأوض اللي بتقابله لحد ما بيوصل للأوضة وبيلاقي فيها واحد مكتف ومرمي على السرير. فبيفك وبيعرف منه رقم الأوضة اللي فيها سيونج. ولما بيطلع له بيشاف سيونج واقف والراجل ميت فبيفكر ان هو اللي قتله وبيقبض عليه بس بيجي من وراه الراجل اللي كان مكتف وضربه على دماغه بطفاية الحريق. وسونج بياخد كارت اللعبة اللي موجود في جيب الراجل وبعدها بيروح بيتكلم مع جون بعد ما فاق وبيعرفوا ان هو ما قتلوش وانه بيدور على الشخص اللي كان السبب في موت كل الناس. وبيقرروا انهم يتعاونوا مع بعض عشان يوقفوا لعبة الحبار. وبعدها بينزلهم لأوضة موجودة فيها كل انواع الأسلحة وبيطلب منهم يتدربوا عليها كويس. وبعدها بينتقل من المشهد وبنشوف واحدة اسمها سيون بتروح لمركز الشرطة وبتدي كل الفلوس اللي معاها للضابط عشان يدور لها على أمها وبتكون مش عارفة إن أمها ماتت في لعبة الحبار. وفجأة وهي نايمة في العربية بتاعتها بيجيلها شخص وبيديها كارت لعبة الحبار. وبعدها بنشوف واحد شغال رسام وبنعرف إن بنته تعبانة وهو شغال عشان يصرف عليها وبيكون الدكتور معرفه إن بنته محتاجة عملية عشان تقدر تكمل حياتها. وبعدها بنشوف سيونج وهو بيزرع جهاز تعقب في ضرسه عشان يقدروا يحددوا مكانه لما يشارك في لعبة الحبار. وبيجمع كل الناس عشان يتدربوا عشان يقدروا ينفذوا الخطة. وبعد ما بيخلص بيروح على العنوان اللي في ظهر الكارت واللي بيكون مالها ليلي. فسونج بينزل هو وواحد من رجالته وبيدخل يدور على القائد جوه وبيكون جون قاعد يراقبهم عن طريق جهاز التعقب. وفي اللحظة دي بيلاحظ 2 لابسين نفس اللبس اللي كان لابسه لما كان في لعبة الحبار فبيبلغ سونج انهم وصلوا وداخلين عليهم وبيجري على الطريق عشان يروح لهم. وفي الوقت ده واحد منهم بيطلب من سيونج يجي معاه والتاني بيروح للراجل اللي مع سيونج وبيكهربه. وجون لما بيروح لهم بيلاقيه مغمى عليه فبيطلع تليفونه وبيبص على مكانه وبيبلغ الناس انها تجهز عشان سيونج طلع من المكان. وبنشوف بعدها سيونج وهو رايح يركب العربية وجون بيعرف كل اللي معاه على مواصفات العربية وفعلا بيتحرك وراهم. وقائد اللعبة ساعتها بيكون بيتكلم مع سيونج عن طريق سماعة موجودة في العربية وبيسأله عن السبب اللي خلاه بيدور عليها في كل مكان. فبيقول له ان هو عايز يوقف لعبة الحبار وبيقول له قائد لعبة الحبار ان الاشخاص اللي بتموت دي ملهاش اي لازمة في الحياة وبيقول له ان اللعبة دي مش هتخلص مهما حصل. وفي الوقت ده العربيات بتكون ماشية ورا سيونج. فجأة واحد بيستخدم قناصة وبيفجر كاوتشات العربية وعربية جون بيكون فيها قنبلة فبتتفجر. وسيونج في اللحظة دي بيطلب من القائد انه يخليه يشارك في لعبة الحبار وبعدها القائد بيوافق والعربية بتتملي بغاز المنوم. وبعدها بنشوف سيون وهي رايحة المكان اللي مكتوب في ظهر الكارت وبتدخل جوا كابينة عربية نقل وبتغير هدومها وبنعرف انها تشارك في لعبة الحبار بصفتها واحدة من الجنود. وبنتقل بين المشهد وبنشوف جون وهو رايح للموقع اللي سيونج راح عليه وفي نفس الوقت بنلاقي سيونج فاق والرقم ده بيكون 456. وبعدها بنشوف واحد من الجنود المقنعين وهو بيعرفهم على شروط اللعبة. وبعدها بنشوف واحد بيتصدم لما بيلاقي أمه موجودة وسط اللاعبين ولما بيسألها بتعمل ايه هنا بتعرفوا انها قررت تشارك عشان تسدد الديون اللي عليهم. وبعدها بنشوفهم بيعرضوا فيديوهات للمتسابقين لما كانوا بيلعبوا لعبة الدانجي وواحد من المشرفين بينده على اللاعب رقم 333 واللي اسمه ميونج وبيعرض فيديو ليه وبيقول لهم انه عنده 33 سنة وكان عامل قناة على اليوتيوب وأقنع الناس إنها تستثمر في واحدة من العملات الجديدة وده كان السبب في خسارة 15 مليون وده اللي خلاه قفل القناة وهرب. أما عن اللاعبة رقم 196 واللي اسمها ميان فدي عليها ديون وصلت ل 45 مليون
وبعدها بيبدأ يعرض أسماء المشتركين وأرقامهم والديون اللي عليهم، وبعدها بيروحوا يمضوا على الاستمارات اللي بيقولوا إنهم موافقين على كل شروط اللعبة. وبعد ما بيتصوروا بيطلعوا عشان يلعبوا أول لعبة. بعدها بنشوف جون بعد ما بيوصل للجزيرة اللي عليها سيونج، ولما بيروح على الموقع اللي فيه جهاز التعقب بيلاقيه محطوط في علبة فيها ديدان موجود مع واحد صياد قاعد على الجزيرة. وسيونج لما بيطلع ضرسه ما بيلقاش جهاز التعقب فيه، فبيبدأ يقلق وبيطلع يزعق في كل الناس وبيعرفهم إن اللعبة دي ما فيهاش هزار وإن اللي هيخسر هيموت. بيحاول يفهمهم إن الدمية اللي قدامهم دي فيها جهاز بيستشعر حركة الموجودين، وإنها لو لمحت أي حد بيتحرك هيموت. فالكل بيضحك عليهم ومحدش بيكون مصدقه لحد ما اللعبة بتبدأ واللي بتكون مدتها 5 دقايق. ساعتها سيونج بيحاول يساعدهم، بس في واحد بيخوف البنت اللي واقفة جنبه فبتتحرك من مكانها وساعتها بتموت. ولما بتبص عليها الست اللي جنبها بتموت، فالكل بيخاف وبيجري وساعتها الكل بيموت. وساعتها القناصين أي حد بيتحرك من مكانه بيموتوه، وبنعرف إن سيون بتبقى واحدة من ضمن القناصين. بعدها بنشوف سيونج وهو بيطلب من كل الناس يتجمعوا وراه ويقفوا في صف واحد، وبكده بيكون الخطر على أول واحد واقف في الصف. وبعدها بيجي اللاعب رقم 230 وبيزج الناس عشان يقعوا على بعض، وبعدها بيموتوا. وبيكون أخو جون هو اللي قاعد بيتفرج على اللي بيحصل. وبعدها بيتحركوا وبنشوف الناس قاعدة تموت واحد ورا التاني لحد ما نص المجموعة اللي فيها سيونج بتقدر تعدي لبر الأمان. وبعدها بنشوف اللاعب رقم 444 تم إقصاؤه عن طريق رصاصة في رجله، وبيكون فاضله 33 ثانية والوقت هينتهي. بس سيونج ما بيفرقش معاه وبيروح للاعب رقم 444 عشان يساعده، وفعلا بيقدر يساعده هو وبنته وبيخرجوه وبيقدروا يعدوا الخط الأمان. بس سيون بتقرر إنها تموته، وبكده بتكون خلصت أول مرحلة في اللعبة. وبعدها المسابقين بيروحوا لغرفة الانتظار، وفي الوقت ده بيكون مات منهم 91 لاعب. أول ما بيدخلوا مشرفين اللعبة الكل بيفضل يترجاهم عشان يخرجوا من المكان، فواحد من المشرفين بيظهر علامتين، علامة O وعلامة X، وبيقول لهم اللي عايز يلعب يقف على الدائرة واللي مش عايز يلعب يقف على الإكس. وبعدها بينزل لهم مكافأة اللعبة الأولى واللي تكون أكتر من 90 مليار، وبيعرفهم إن الفلوس دي هتتقسم عليهم لو كلهم وافقوا إنهم ما يكملوش اللعبة. وبيعرفهم إنهم لو قرروا يكملوا اللعبة فكل واحد هيموت فيهم هيتضاف 100 مليون دولار. وبعدها بيبدأ التصويت من سيون واللي بيرفض يكمل اللعبة، وبيبدأ كل واحد يدي صوته ما بين المؤيد وما بين المعارض. وفي النهاية الأصوات بتتعادل وبيبقى فاضل آخر لاعب، وصوته هو اللي هيحدد إذا كانوا هيكملوا اللعبة ولا لأ. وبيروح يدوس على الأزرق وده معناه إنه هيكمل اللعبة. والصدمة بتكون هنا إن اللاعب رقم 1 هو أخو جون واللي قرر إنه يشارك في اللعبة. وهنا بيخلص أول 3 حلقات. لو عايز كمالة المسلسل اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويلا سلام.